السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة هذه غندير مفهوم التاريخ، وحقاش ما كنتوش درتو في الحلقة الأولانية، درتي مفهوم الشخص ومفهوم الغير. في هذه الحلقة غندير مفهوم ديال التاريخ. دونك باش نبداو من الأولانية، مجزءات الوضع البشري فيها ثلاثة ديال المفاهيم. بالنسبة تنهضر دابا على الشعبة الأدبية، حقاش هما اللي عندهم التاريخ. عندك ثلاثة د المفاهيم: مفهوم الشخص، مفهوم الغير، مفهوم التاريخ. اللي بغا يشوف مفهوم الشخص والغير يشوف الفيديو الأولاني. ما علينا، دابا حنايا اللي غنديرو مفهوم ديال التاريخ. غنكملو مفهوم ديال التاريخ فيه ثلاثة ديال المحاور: المحور الأولاني المعرفة التاريخية، المحور الثاني التاريخ وفكرة التقدم، والمحور الثالث هو دور الإنسان في التاريخ. غنبداو بالمعرفة التاريخية اللي هو المحور الأولاني. كيف ما قلت لكم، مع مفهوم ديال التاريخ فيه ثلاثة المحاور: المعرفة التاريخية، التاريخ وفكرة التقدم، ودور الإنسان في التاريخ. غنبداو بالمعرفة التاريخية. المعرفة التاريخية، غنبداو بشرح المفهوم. شنو هو التاريخ؟ التاريخ في الاصطلاح هو التعريف بالوقت التي تضبط به الأحوال والوقائع مرتبطة بالإنسان. هو التعريف بداك الوقت اللي كتوقع فيه الوقائع اللي مرتبطة بالإنسان. هذا هو المفهوم ديال التاريخ. المعنى الثاني: التاريخ هو سلسلة الأحداث والوقائع التي تنتمي إلى ماضي الإنسانية. مثلا نعطيك مثال بحال الحرب العالمية راه سلسلة من الوقائع. جات الحرب العالمية، موراها الحرب العالمية الثانية، دونك هنا واحد التسلسل زمني في الوقائع. هذا هو المفهوم ديال التاريخ. غندوزو الإشكال: كيف يمكن أن تكون معرفتنا بالتاريخ معرفة علمية وموضوعية؟ كيفاش هاد المعرفة ديالنا بالتاريخ خصها تكون واحد المعرفة علمية وموضوعية؟ غنشوفو المواقف اللي عندنا ثلاثة المواقف. عندنا هنري مارو، ابن خلدون، وريمون أرون. غنبداو بهنري مارو. شنو قال لنا هاد هنري مارو؟ كيقول لك اسيدي بأن يرى هنري مارو أن التاريخ ليس سردا لأحداث الماضي ولا عملا أدبيا لكتابة الماضي الإنساني. بمعنى بأن التاريخ ليس سردا لأحداث الماضي. راه ما كنجيوش ونعاودو حنايا حجاية على الماضي، شنو وقع في الماضي وشنو كاين وشنو كاين، ولا عملا أدبيا. حنا ما كنكتبوش واحد العمل أدبي بحال كنكتب قصة، لا. إن التاريخ هو معرفة علمية ينشئها المؤرخ عن ذلك الماضي. هو واحد المعرفة علمية كينشئها مؤرخ الماضي معتمدا على منهج علمي صارم هدفه الكشف عن حقيقة هذا الماضي. يعني هذا المؤرخ ملي كيجي يكتب الماضي، كيجيب لك يكتب التاريخ، راه ما كيكتبش هكاك من عقلو ولا كيسرد ولا كيكتب من الخيال ولا كيعاود قصة، لا كيكتب على شي واحد المنهج صارم، يعني دقيق. داك المنهج كيكون داكشي اكزاكت بالضبط اللي كيوقع في التاريخ هو اللي كيكتبو. هادشي اللي بغا يقولنا هنري مارو على سميتو على التاريخ، على معرفة التاريخ. غندوزو ديال ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون شي يقولنا: التاريخ نظر وتحقيق. نشوف شنو غيقولنا، شو معنى نظر وتحقيق. يعتبر عبد الرحمن بن خلدون أن التاريخ علم أصيل. شو معنى علم أصيل قائم بذاته تتعاطاه كل فئات. عندك الملوك، العظماء، الجهال، اي واحد كيمكن له يعاود على التاريخ. تمشي عند جداتك راه تعاود لك على التاريخ ملي كانت فهد محمد الخامس، ولا شوف ايش علام كتعاود بالضبط على شي عهد. وبالنسبه لعبد الرحمن بن خلدون كيقول لك بان هذا التاريخ هو علم اصيل اي واحد يمكن له يتداولو، وفيه جوج الاقسام اللي هو الظاهر والباطن. شنو هو الظاهر؟ الظاهر يهتم بتجميع اخبار السابقين وترتيبها ونقلها قصد تداولها بين الناس. نعطيكم مثال: مثلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من مات الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بقاو واحد المشكل، هو ان شكون غيجمع السيرات سميتو ديال النبي صلى الله عليه وسلم. شنو ولاو كيديروا؟ كيمشيو للناس الصحابه وكيقولوا له قول لنا يعني شنو يعني الحاجه اللي وقعت لك مع النبي. هناك بداو كيتجمعوا الاحاديث. هادشي اللي بغا يقولنا هنايا عبد الرحمن بن خلدون بالنسبه للظاهر هو تجميع الاخبار السابقين ما ترتيبها ونقلها قصد تداولها بين الناس. عندك هو الباطن، عندك الظاهر. دابا شفنا دابا الباطل لا يقف عند مجرد نقل الاخبار، هو العكس ديال الظاهر. راه ماشي شي حاجه، ماشي كنجيو نبقاو نسمعوا من هذا ونسمعوا من هذا ونكتبوا، لا. هو نظر وتحقيق، داكشي منظور فيه ومحقق بالضبط، وتعليل الكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفية الواقع، كيفاش وقع داكشي واسبابها، يعني داكشي كيكون دقيق. وان استعمال القياس العقلي بنوعه الغائب على الشاهد والشاهد على الاخر، داكشي يكون خاص يكون داكشي مشهود يعني بالدليل. واستعمال القياس العقلي خاص يكون ولا بد العقل، ولزوم الموضوعيه والحياد، يعني تكون محايد. ماشي نقول لك مثلا كنعاود لك الحرب العالميه الاولى ونمشي ندير، يعني نمشي من الجهه ديال هتلر نقول لك هتلر هو اللي كان غيربح وكذا، لا. كنعاودوا بالضبط شنو وقع.
شكون اللي ربح في الحرب العالميه وشكون اللي خسر، ما كنكون محايد، ما كنمشيش لواحد الفئه. هذا اللي قال ابن خلدون. عندنا سيدي ريمون ارون يقول لك يؤكد ان المعرفه التاريخيه محاوله لاعاده بناء الحياه الماضيه من خلال الاستعانه بمخطوطات ووثائق مختلفه. شنو بغى يقول لنا هنا ريمون ارون؟ ان المعرفه التاريخيه محاوله لاعاده بناء الحياه الماضيه. كنحاول نبنيو داكشي اللي وقع في الماضي باش بمخطوطات ووثائق مختلفه. يعني عندنا واحد الوثائق اللي كتبوا هذاك المؤرخين كنبداو نحيو بها سميتو الماضي، ومن ثم تكون المعرفه التاريخيه مستقله عن التجارب التي يعيشها الناس في الحاضر. تيكون داكشي اللي في الماضي راه مختلف اللي كاين دابا في الحاضر. ولكن شنو بغا يقولنا ريمون هارون؟ بان ما يمكنناش نعرفوا المعرفه التاريخيه، ما نعرفوش التاريخ. علاش؟ تيقولك لان الناس هنايا، الناس ديال هذا الوقت هذا راه ما يقدروش يشعروا بداكشي اللي وقع في الماضي. نعطيك مثال دابا ونشرح لك بواحد الطريقه اللي تقدر تفهمها. انا تصور دابا انا وياك كنهضروا، انا تهضر لك على فلسطين، تنقول لك بان مثلا في انتفاضه مليون شهيد رمت مليون ديال البشر في فلسطين، وملي كانوا كيتقاتلوا مع الصهاينه اسرائيل. شنو غاتجيك عادي مات مليون د البشر، ما حسيتيش بداك البنادم اللي مات. يعني بحال ما كنعاود لك عادي، ما عندك حتى شي ما يعني انت ما كتحش. يعني بما انك ما كتحش بداكشي اللي وقع، بانك راه يمكنلك الشعر في الماضي. هادشي اللي بغا يقول لنا ريمون ارون. تقول كانت وبتعبير اوضح ستظل المعرفه التاريخيه غير قادره على جعل المعاصرين يستشعرون فهم الناس الذين وفهم الناس الذين عاشوا في الماضي. يعني هادشي اللي بغا يقول لنا ريمون ارون. دونك غتكون سالينا دابا المعرفه التاريخيه. غندوزو للتاريخ وفكره التقدم. التاريخ وفكره التقدم، الإشكال ديالها إن التاريخ كصيرورة أو سلسلة من الواقع والأحداث يقود إلى التساؤل عن منطق التاريخ. هل هو تقدم أو ابتكار؟ واش التاريخ تقدم يعني كيتقدم، ولا تكرار يعني واحد الحدث كيبقى يتعاود، أو هناك غاية أو معنى، واش عنده غاية ولا معنى، أو تراكم تجارب إنسانية ياك ولا أحداث غادا وكتعاود. شنو المواقف الفلسفيه اللي عندنا كارل ماركس كيقول لنا كارل ماركس كيمشي نيشان تيقول لك الثوره الماركسيه ان محرك التاريخ هو الصراع الطبقي. علاش درت لكم هذه باللون هذا اللون هذا؟ باش هذا هو المهم لهادشي كامل. الماركسيه يعني ماركس كيشوف بان محرك التاريخ هو الصراع الطبقي. غنشرح لك معنى الصراع الطبقي. الصراع الطبقي هو انني مثلا كنملك وسائل الانتاج. شنو هو وسائل الانتاج؟ عندي واحد المصنع، عندي اللي سميتو عندي يعني الماكينات والادوات. شنو كندير انا؟ بما انني عندي داك الماكينات والادوات كنغوت العباد الله يخدموا عندي، وكنخدمهم بواحد الاجر اللي قليل، وانا كنربح بزاف على داكشي. يعني انا اللي كنصدق رابح، كنكون كنربح بزاف، وهما اصلا كنحرص عليهم بهذه الفومانده ديال الدارجه. في الاخر كتكون هنا كتكون طبقات، كتكون الطبقه الشغيله والعامله والطبقه البرجوازيه. هنا الصراع الطبقي، يعني انا غني والفقراء او انت فقير، يعني واحد يعني صراع طبقي. هنا غيكمل الصراع. هنا كنقول لك ماركس بان محرك التاريخ هو الصراع الطبقي. يعني التاريخ اللي كيحركه هو هذا الصراع الطبقي. فيما مشيتي كتلقى الناس اللي لاباس عليهم والفقير. هادشي اللي بغا يقولنا ماركس. موراها عندنا سيدي سترون ليفي كيقول يعتقد تكريس فكرة التقدم فيه كثير من المزافة. راه ما نجيوش ونقولوا بان التقدم هو اللي المعرفة ديال هو محرك التاريخ. لا، فالتاريخ لا يدل ضرورة على وجود حركية تتجه نحو التقدم. قالك التاريخ راه ما كيدلش على واحد الحركة كتجه نحو التقدم، بل هي واحد الوقائع متدرجة عبر الزمان. هي واحد وقائع كتوقف بعيد الزمان. هنا غيعطينا مثال. تقولك مثلا ذهب الناس الى الاعتقاد بوجود عصر حجري قبل العصر البرونزي. علاش الناس كيقولك راه كاين العصر الحجري قبل العصر البرونزي؟ لاش كيقولك هنا واش شرح لنا وذلك امر لم يحدث بالضروره. قالك راه ما وقعش بالضروره، والحقيقه انه نظرا لتطور تقنيه صناعه الادوات والمعدات من البرونز والنحاس قياسا بصناعتها من الحجاره، فرض تفوق التقنيه الاولى على الثانيه. بمعنى قالك علاش قالك الناس بان كاين واحد سميتو يعني ما بين واحد مرحله، يعني كاين واحد التقدم ما بين مرحله ومرحله. بما ان الناس كانت كتصاوب الادوات بالحجر، وتطورات ولات كتصنع الادوات من البرونز كما كاين هنايا المعدات من البرونز. قال لك بما ان بنادم تطور من المرحله ديال العصر الحجري الى مرحله البرونز،
وقال لك هنا كيقول سيسرون بان هادشي راه ما كاينش، بالعكس تيقول لك هذاك الشيء غير وقائع وقعت عبر التاريخ، داك الشيء كيوقع كما كيتسمى عند البيولوجيين بالطفرات، يعني واحد التحول كيتحول غير هكاك، يعني راه ما عندوش سبب. هادشي اللي بغا يقولنا سيسرون ليفي. عندنا سيدي دور الانسان في التاريخ، هذا المحور ديال هذا المحور الثالث، المحور الثالث هو هذا دور الانسان في التاريخ. شفنا المعرفة التاريخية، التاريخ وفكرة التقدم، دابا دور الانسان في التاريخ. دور الانسان في التاريخ عندنا فيه آه هيجل وجون بول سارتر وميكافيل. الإشكال إن الإشكال فهل يمكن اعتبار الإنسان بالفعل هو صانع التاريخ؟ واش الإنسان هو اللي كيصنع التاريخ ولا لا؟ هادشي اللي غنشوفوه مع هاد الفلاسفة هادو. عندنا هيجل وجون بول سارتر وميكافيل. اش كيقولنا هيجل أن مكر التاريخ يجعل الإنسان يعتقد أنه صانع التاريخ. شنو ما تيقول لك بان بنادم كيحس براسو بانه هو اللي كيصنع التاريخ، راه غير ان الانسان لا ينفذ سوى اراده التاريخ وفق مسار الروح المطلقه. غنقراو باش نفهم. فالتصور يجي يرى ان الانسان مجرد وسيله في الضروره، يعني انا ماشي حر، الضروره هي ضد الحريه، أو بالأصح يد الروح الموضوعي الذي يوجهه ليحقق غايته. فحتى لو كان الإنسان عظيما فهو يصنع التاريخ بقدر ما يصنع التاريخ هذا العظيم. غنعطيكم مثال شنو بغا يقولنا هيجل. مثلا مثال ديال هتلر، إلا جا نقولو تقول لي انت بان هتلر راه صنع التاريخ، راه دخل التاريخ. الدليل على ذلك هو اننا كنقراوه وبقاو اجيال يقراوه، يعني هتلر ما غيتنساش، يعني راه دخل التاريخ، يعني صنع لراسو واحد التاريخ. هيجل كيقول لك لا سيدي، راه ماشي هو اللي صنع التاريخ، راه التاريخ اللي صنعو، يعني داك الاحداث اللي وقعت في التاريخ هي اللي صنعاتو، ماشي هو اللي صنعها. نعطيك مثال، دابا انت كنتي غادي ولقيتي واحد الشخصيه مهمه وكبيره في البلاد في واحد اللوكال، يعني هو مثلا نعطيك مثلا غيتسرق ولا شي حاجه، جيتي انت عاونتيه في داك القطعه هذيك، غتولي مشهور. يقول لك داك الانسان راه نقد هاد الشخصيه اللي كبيره بالبلاد وعندها واحد الوزن اقتصادي وكذا الى اخره. من بعد تدخل التاريخ. نعطيك مثال هنايا، هيك شنو كيشوف، تيقول لك لا ماشي انت اللي دخلتي للتاريخ، يعني ماشي انت اللي صنعتي داك الاخر، راه بسبب داك الحدث اللي جا، يعني التاريخ اللي خلى داك الحدث يجي وانتايا بفضل داك الحدث وليتي انت معروف. هادشي اللي بغا يقولنا هيكل. كنظن بان الفكره مفهومه. بما يرى ان هيكل ان مكر التاريخ يجعل الانسان يعتقد انه صانع التاريخ، يعني يعتقد بان الانسان هو اللي صنع التاريخ، وبالعكس راه ماشي هو، بل بان التاريخ هو الذي يصنع الانسان، هو اللي كيصنع الإرادة، لأن الإنسان لا ينفذ سوى إرادة التاريخ. هادشي اللي بغا يقولنا هيكل. جون بول سارتر كيقول في نظر سارتر فهم سطحي لفلسفة ماركس. هنا جون بول سارتر كيهضر على الماركسيين شنو قالوا؟ الماركس يهضر على الطبقية اللي شفنا في الأول، بأن الطبقة يعني الصراع الطبقي هو اللي كيخليه، هو اللي كيدير المعرفة التاريخية. اش كيقول لك تعتمد ماركس يجعلها تبدو وكأنها تضع الإنسان في يد قوى لا إنسانية. تيقول لك هنايا جون بول سارتر بأن داك النظرة الماركسية اللي كتقول بأن الصراع الطبقي هو لا يمكن من معرفة التاريخ، كتخلي الإنسان أنه يكون في واحد اليد قوى لا إنسانية، يعني واحد بحال الإنسان راه كيتحكم فيه الإنسان ماشي هو حر. تتمثل في الشروط التاريخية المستقلة تماما عن فعله وإراداته، كما كنقولوا حنا الإنسان هو كيتحكم فيه، بينما أن الواقع أن الإنسان هو الذي يصنع تاريخه. هو تيقول بأن الواقع راه الإنسان هو اللي كيصنع التاريخ ديالو، ماشي راه بنادم هو اللي كيصنع له التاريخ بناء على هذه الشروط وفي إطار التفاعل معها، دون أن يعني ذلك إلغاء الفعل الإنساني. والإنسان كصانع للتاريخ، هنا شنو بغا يقولنا كما قلت لكم الفكرة الأولانية هو أنها الماركسية راه كتحط عباد الله بحال كنقولوا هنايا الإنسان هو اللي كيخلي، بحال أنا اللي نعطيك مثال دابا في الطبقية. تيكون داك المشرف الكبير، يعني داك الناس البرجوازيين هما متحكمين في وسائل الانتاج، يعني راه سيطاتير حتى انت متحكمين فيك حتى انت، يعني انا اللي كنصنع لك التاريخ ديالك، يعني انا برجوازيين انا كنصنع التاريخ ديالك كنتحكم فيك، يعني كنملك وسائل الانتاج. كيقول لك جون بول سارتر هذا المفهوم راه ما كاينش، بالعكس راه الانسان هو اللي كيصنع راسو ياك. هنا نشوف شنو قالنا هنا، وعليه فالإنسان دائما هو الذي يصنع تاريخه، رغم أن التاريخ يمثل استلابا للإنسان، وخا التاريخ كيسلب الإنسان إلا أنه يعترف له غالبا بدوره في الأحداث التاريخية في سيرورتها، وإنما يعزي ذلك غالبا إلى التاريخ نفسه.
فالتاريخ وفق هذه الرؤية يمثل صنيعة الإنسانية واستجابة الإنسان في ذات الآن. هذا هو الموقف ديال سارتر اللي كيقولك بأن الماركسية راه غلط، بأن الإنسان راه هو اللي كيصنع التاريخ وماشي الإنسان هو اللي كيصنعو يعني الإنسان. كنشوفو هنايا ميكافيل شنو كيقولنا؟ إذا كان سارتر يرى أن بين الأحداث التاريخية لا تقع نتيجة لأي مخطط خارجي سابق، كما أنها لا تندرج مطلقا تحت أي نظام محدد أو مقرر سلفا، فإن المفكر والسياسي الإيطالي ميكافيل، يعني هذا ميكافيل هذا شنو قال؟ يرى عكس داكشي اللي قال سارتر. تقول لك فهو يقول بأن الأحداث التاريخية يحكمها القضاء والقدر. الله يحسبك. احنا نجيو واحد القضية، نعطيكم واحد المثال اللي غادي تفهموه. احنا ملي كيكون شي واحد صايق مثلا والله يستر كتوقع له حادثة، ملي كتكون انت وصاحبك اش كتقول؟ كتاب له يموت في داك اللقيطة. يعني المكتاب، حنا بالعربية هنا كنقولو حنا مغرب المكتاب. يعني ميكافيل كيقولك بأن داك المكتاب يعني القضاء والقدر هو اللي كيتحكم في التاريخ، وأن الأمور تجري وفقا لمشيئة الحظ، وزاد الحظ، غير أنه لا يتوقف عند هذا الحد، فالإنسان بدوره قادر على تغيير ومواجهة هذا القدر بفضل إرادته القوية. يمكن لك تبدل القدر بسبب الميكافيل، تبدل هذا القدر هذا بفضل الإرادة ديالك. وهكذا فميكافيل يربط التاريخ والأحداث بمكونان أساسيين الإنسان والقدر. يعني انت كأن ميكافيل كيربط بأن معرفة التاريخ، شكون اللي كيصنع التاريخ؟ كتصنعو كيصنعو الإنسان زائد القدر، يعني المكتب والإنسان والمكتب. دونك هادو هما المواقف الفلسفية، وهذا هو كان مفهوم ديال التاريخ. كنظن بأنه سهل بحال الشخص والغير، وكما كنقول لكم ديما بأن الفلسفة راه ماشي صعيبة، خاصها شوية الفهم وشوية الحفاظة. كتذكير بجزء الوضع البشري فيها 3 المحاور: الشخص والغير والتاريخ. الشخص والغير درتهم قلت لكم في الفيديو الاولاني الا بغيتو ترجعوا تشوفوه. بالنسبه للتاريخ فيه 3 محاور: المعرفه التاريخيه والتاريخ وفكره التقدم، دور الانسان في التاريخ.